وما إن بلغهم الكتاب حتى فقد لويس الصواب وأصدر أمره ببدء المناوشة. وفخر الدين شديد القلق لتأخر الإذن بالاشتباك، يقول لنفسه في شك: لما تأخرت رسائل السلطان؟ أضل الحمام؟ واشتدت حيرته فيما يصنع، أيبقى ويلتحم بالفرنج أم يسير إلى أشموم طناح ليرى ما صنع الله بالسلطان؟ ثم أدت له الظنون أن السلطان قد مات، وأن المعركة قد دارت بين الأمراء على اقتسام الغنيمة، ولا ينبغي البقاء بجنوده أمام الفرنج بدمياط، وأن مكانا آخر قد يكون أكثر عونا على النصر، ولا بد أن يشارك في اختيار السلطان الجديد. فقرر أن وصل الخبر إلى دمياط، ففزعت أشد الفزع، وهب النائمون في ذعر، وحملوا ما استطاعوا من أمتعتهم، ثم خرجوا هائمين على وجوههم، والرضع على أكتافهم يصرخون، والشيوخ والصغار يتعثرون، والمرضى كما فزع أهل القاهرة، وهب حسام الدين ابن الشيخ يهدئ من روعهم. كان الاستعداد لملاقاة الفرنج قائما على قدم وساق، والسلطان نجم الدين في فراشه تشتد العلة به يوما بعد يوم، وشجرة الدر بجانبه لا تفارق سريره مقرحة الجفن. ولما بدا لشجرة الدر أن النهاية قد اقتربت، أصدرت أوامرها بألا يدخل عليه سوى كبير الأطباء، وأشاعت أن صحته تتحسن. فلما مات لم ترفع صوتا، وعادت تشجع نفسها وتقول: ما هذا يا شجرة الدر، الوطن أولى، الوطن أولى بكل ذرة من تفكيرك، فادخري حزنك على السلطان حتى تنتهي المعركة بسلام. قرر الفرنسيون أن يبنوا برجين كبيرين من الخشب يحشدان بالرجال والقذائف، يلقون منهما قذائفهم ويحمون بها العمال الذين يقيمون الجسر. وفي ظلام الليل والفرنج جادون في إقامة الجسر، شقت الجو نار مستقيمة مثل الاسطوانات الكبيرة، فاشتعلت الحرائق في معسكر لويس وفي البرجين، وارتفع لهبها إلى السماء، والمسلمون على الشاطئ يهللون ويكبرون. أقبل أحد الأتباع لاهسا ينبئ لويس بأنهم وجدوا رجلا يدلهم على طريق إلى العرب، مخاضة في بحر أشموم يجتازون منها ويفاجئون العرب. سار دارتوى بفرقته خلف ذلك الخائن الذي باع ذمته ووطنه حتى بلغ المخاضة، ثم اقتحمها وأخذ العرب على غرة. ونهض فخر الدين ابن الشيخ إلى جواده، واندفع إلى الفرنج معجلا دون أن يعد عدته، ليس حوله سوى بعض مماليكه، واقتحم صفوف الأعداء في بسالة، فالتفوا حوله فخر صريعا. واندفع دارتوى إلى المنصورة حتى بلغ قصر السلطان. صرخت شجرة الدر في المماليك البحرية، فأسرعوا إلى جيادهم وهي تدفعهم إلى الاستماتة لإنقاذ شرف السلطان وزوجته، فالتهبت حماستهم واندفعوا كالصواعق إلى الفرنج، يتقدمهم ركن الدين بيبرس.
لحقنا لويس ومن تبعه فلم يجدوا أمام أفواه الموت سوى أن يرفعوا أيديهم في ذلة يطلبون الأمان ويستسلمون للأسر. عندما بلغ تورانشاه مصر ذهب مسرعا إلى المنصورة، فأعلنت شجرة الدر حينذاك وفاة السلطان وتولية ابنه تورانشاه خلفا له، ولكنها لم تخلي يدها من الأمر، إذ لم يكن له هم سوى شهواته ومتعته، ولم يهتم بالموقف، وأغضب الأمراء، وأرسل إلى شجرة الدر يطالبها بمال أبيه ويحاسبها على ما أنفقته في غلظة وجفاء. ولم يطل الوقت وأقبلت رسل لويس ذليلة تعرض الصلح وترك دمياط في مقابل تسليم بيت المقدس. فصح بدر الدين مندوب مصر في وجه مندوب الفرنج ساخرا: ألم يعلم إلى اليوم حرصنا على ثالث الحرمين والقبلة الأولى للمسلمين؟